من بلادنا المغرب، والمعيشه بحال المغاربه، وحتى الماكله ديالهم بحالنا، ولكن حنايا كويرين، وحنايا بغينا نلعب الكره، ماشي غير نعيش مزيان. ولكن غادي نشوف ان شاء الله فين غيكون الخير. كيف رأيت الحياة هنا في منطقة الأندلس؟ أقول لك نفس الشيء الذي قاله منير. الطقس جيد ومدينة رائعة وقريبة من المغرب أيضا. عندما يكون لدي يومين من العطلة أزور المغرب، وهذا شيء رائع. كل شيء جميل، ولكن الأهم أن ألعب كرة القدم. إذا لم ألعب فلا أشعر بالسعادة. لقد بدأت الموسم مع غالاتاسراي، ولكن لم أشارك كثيرا، فقط في دوري الأبطال وربما مباراتين أو ثلاثة. وأنت تفتقد إلى حساسية التنافس عندما لا تلعب مباريات كثيرة. ولكن الآن أنا سعيد جدا أن ألعب في كل أسبوع، وأن يشاهدني الجمهور. وفي الدرجة الأولى دائما تواجه فرق كبيرة ولاعبين كبار. هذا شيء رائع. أمرابط، هذا النادي كان قريبا من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. أنت من الداخل، هل ترى مشروعا جديدا لعودة مالاغا إلى أوج عطائه؟ نعم، المشروع بدأ منذ سنتين وكان مشروعا جيدا. في السنة الماضية وصلوا إلى ربما نصف نهائي دوري الأبطال، ولكن الآن كانت هناك بعض المشاكل ربما مع مالك النادي، الشيخ الذي لم يدفع الأموال. لا أدري لماذا، ولكن كان هذا هو قراره. ولكنه لا يزال رئيس النادي ومالك النادي، والجميع يحترمه. وعندما يعود دائما يقدم الدعم إلى هذا الفريق. ولكن كرة القدم من الصعب جدا أن تستثمر وأن تأتي بعائدات سريعة. ليست هي كالأعمال التجارية عندما تشتري شركة وتضع الأموال، دائما تأتي العائدات بسرعة، ولكن الأمور أصعب. نتمنى أن يعود مرة أخرى، لأنه دائما إيجابي للبلدان العربية مثل قطر والإمارات، وهو شخص رائع وساعد كثيرا هذا النادي، والجميع يحترمه كما قلت. وأتمنى أن يعود مرة أخرى، وهو أيضا جيد للاعبين لأنك ستكسب أموال أكثر. لا هي دعابة، ولكن الأهم هو أن يحسن من الفريق عندما يأتي بلاعبين جدد. لدينا مجموعة جيدة، ولكن دائما بإمكانك تحسين الأداء والفريق للتنافس بمستوى أكبر حتى في الدوري. وسنرى ما سيحدث. ربما هو يشاهدني الآن، وربما أسأله أن يعود مرة أخرى. إذن الحديث شيق معكم، لكن مشاهدينا الكرام نتوقف عند فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال الحديث مع منير الحمداوي ونور الدين أمرابط. ابقوا معنا.